نجيب الفيديو ده ونعلق عليه بس بعد الفاصل. اتفضل. الحقيقه لازم اقف عندها ولازم اتكلم مع حضراتكم فيها. لما عرضنا امبارح موضوع نادي الزمالك عرضناه الحقيقه بحياديه تامه وبشفافيه تامه. طلب المستشار القانوني لنادي الزمالك انه يدخل معانا على الهواء، رحبنا بيه يا فندم اهلا وسهلا، واتكلم في موضوع نادي الزمالك. وقلنا ونقول تاني ما عندناش مشكله في ده، احنا خالص ما عندناش توجه، خالص ما عندناش ازمه، خالص ما عندناش مشكله. وبنكررها مره ثانيه ومره ثالثه. والحقيقه انه احنا بنتكلم في الموضوع دخل الكابتن عبد الواحد السيد وعمل مداخله والراجل اتكلم فيه منتهى الادب. لكن الشخص اللي شعره طقط ابيض وداير على كل القنوات الفضائيه يقعد يشتم فينا بيقول لك ايه وجاءكم نذير. يا اخي شعرك طقط ابيض، احترم نفسك شويه، اعقل شويه واحترم سنك. مش معنى ان الواحد ما بيحبش يخش في التجاوزات او البرنامج احنا واخدينه في اتجاه انه ما يبقاش فيه نوع من انواع التجاوزات ان احنا نرضى بان انت تقعد تغلط فينا وتشتم فينا كده. اصل لا يجوز باي حال من الاحوال ان الواحد هيسكت لك يعني. اعقل واحترم نفسك واحترم سنك واحترم المكان اللي انت موجود فيها. ده حجمك وده تمامك عندنا، مش اكتر من كده، سطر ومش اكتر من كده، لان ده برنامج كبير جدا ما يستحملش ان احنا نقعد نتكلم طول الوقت عنك باكتر من كده. باختصار شديد احنا ما بنخشش في معارك مع حد، ما احناش بتوع معارك، لكن لو جات لنا اهلا وسهلا احنا ما عندناش مشكله. واوعى تفتكر ان الصوت العالي والجعجعه والجو اللي انت بتقعد تعمله ده ما بيخوفش حد، خلاص خلصت القصه انتهت يعني. كان زمان وجبر، لا الدوله موافقه ولا حد موافق، ولا اوعى تفتكر برضو انه يعني الحاجات اللي انت بتعملها دي تخلي الناس تخاف منك ولا الناس تقلق منك ولا اي حاجه. لا احنا على راسنا بطحه ولا احنا بنخاف من حد ولا فارق معانا حد. احنا يفرق معانا بس حاجه واحده بس، هو ربنا من فوق السماء بس، وما يفرقش معانا اي حد تاني خالص. هنفضل نتكلم في الموضوع بس وقت ما نبقى احنا عايزين نتكلم في موضوع، في اي موضوع. احنا لو بنتكلم في قصه او بنتكلم في حتى لو فيها نقد، يا اخي ده رئيس الجمهوريه بيتم انتقاده، رئيس جمهوريه مصر العربيه يتم انتقاده، راجل يعرف يفرق ما بين النقد وسينظر يوم 20/9. وجهه نظره بيقول انا هدخل واحد يوم 20/9 ويرجع الالتماس يلغيه فالنهارده وارجع يلغيه تاني. فطبعا مش قصه بس يعني. احنا عايزين ناكد يا دكتور كل الاحترام والتقدير لقضاء مصر العظيم. نعم، وانت تحترم القضاء وحكمه. لكن انا بس انا عايز اقول لك يعني بعد ما يعني انت عايز مين الواد الهبل اللي كنت جايبه ده؟ مين الواد العبيط ده؟ ده الواد ده كان بيمسح الكنيف في البكابورت اللي اسمه CBC بتاع محمد لامين، ده بيمسح كنيف مش هزار. مين الواد الهبل اللي انت بتضحكني ده لما جبته وقال لك انا بخاف انا شجيع السيب ورحمه امي ما انا ضربك الا بالجزمه في قلب الاستديو عشان اوريك بتخاف ولا ما بتخافش. الواد الهبل ده ده خدام محمد لامين، بقول لك كان شغلته اصلا بيمسح التواليتات. تمام. الواد العبيط ده مره كان في ماتش زمالك وحد كده مش فاكر خدنا بطوله يعني، في اليوم ده كان في شهداء حادثه من الحوادث كانت بتحصل سينا الدفاع الجوي والحاجات دي يمكن. لا كان في شهداء في الجيش كان حد ميت في الجيش او الشرطه يعني. فهو عمل لي او كان اول مره ما اعرفش انه عبيط يعني. فانا بقول له سيبك من الماتش، احنا الشهداء وارواحهم ودول فداء مصر وكلام المحترم اللي يطلع من واحد وطني مش عبيط زي ده كده. فقال لي طب ايه رايك انه حازم امام لما جه ناحيه المقصوره ومش عارف عمل كده كان بيقول لك انت؟ قلت يا ابني بكلمك عن الشهداء. قال لي يا سجاوي قلت له عبيط يالا تهبل ورحمه امي هضربك بيك جزمه، مش انت ما بتخافش؟ في قلب الاستديو في حضن محمد لامين جنب لميس الحديدي جنب خير رمضان. عارف مين خير رمضان؟ اللي خد الارض بتاع السلمانيه والفيلا 300,000 وواحد تاني 4 مليون. تاني انت يالا متسلط يالا على يالا، انت يالا اهبل يالا. مين الواد العبيط ده؟ مش قال ايه ده؟ طلع امتى ده؟ وما بتخافش؟ ورحمه امي ما هضربك الا بالجزمه في قلب الاستديو وانتظرني ما دام انت عنتر. انت جايب لي مين؟ انت جايب واحد اهبل على فكره. لا انا ممكن تجيبها لي، انا بقول له انت عبيط يالا هاتها لي يومها. موجوده عندنا موجوده بيه. انت عبيط انت عبيط. شوف الفيديو ده عندك يا مدني. بتكلم عن حازم امام مش عارف اعمل ايه. ده واد متخلف عقليا وادام عم بيقول لك سن احترم سنك احترم نفسك يا جزمه قديمه. حضر الفيديو. محمد لامين خدام عنده. انا هو دلوقتي النظام دلوقتي الخدامين، احنا عايشين في نظام الخدامين. ده خدام محمد لامين. اقسم بالله ما بشوف هذه القناه اللي بكابورت ضارب، وانا اول مره اشوف الكلام ده، ولو كنت شفته من يومها والله كنت علقتك يا ابراهيم من رجليك كده ولا بلاش رجليك.
لا بلاش رجليه. طب احط العصايه فين؟ ولا بلاش العصايه عشان الناس بتزعل. لا اله الا الله. تحيات المستشار العظيم، دي رسائل جايه لحضرتك. تحيات المستشار العظيم مرتضى منصور، ارجو منه انت وسعت قناتك بالواد ده. قضيه 250 وايه سبب التاخير؟ حد بيسالك وبيقول لك تحياتي القضيه 250. القضيه 250 بيحقق فيها المستشار الجليل هشام بيه عبد المجيد، عضو اليمين او عضو اليسار في دايره حسني بيه الضابع رئيس محكمه الجنايات، باسم المصريين كلهم. ما تجيب لي بقى السادات بقى والشبكي وحمزاوي وبمزاوي وجميله، ما تطلعوا بقى هو انتوا خايفين منهم؟ انا سؤال، انتوا خايفين منهم؟ يا معالي المستشار الجليل طلع قضيه بقى بجد، الناس زهقت. قول لنا مين اللي خان وباع وقبض؟ قول لنا مين اللي باع وطنه؟ قول لنا مين اللي عايز يخش عشان يعمل يكمل اللوب اللي جوه؟ هي شفت عمرو حمزاوي امبارح في قناه دويتش فيلا الالمانيه تقريبا، وعمال يقول لك كان انقلاب والسيسي استخدمني عشان خاطر الانقلاب يعدي وكلام زي كده. ايه رايك في الكلام ده؟ بقول لك ايه، عمرو الشوكي مستخدم من زمان في حاجات كتيره. الراجل مستعمل من زمان. اتكلم على عمرو حمزاوي الكلام ده. مستعمل من زمان عمرو حمزاوي ده، مش الواد ابو بتاع كده بيقعد يعمل كده. جوز الممثله اللي عامله مسلسل اسرائيلي. اسرائيلي. ها مش ده اللي راح قبل 25 يناير قال لك مصر غير تونس؟ مش ده اللي كان في لجنه السياسات مع عمرو الشوكي؟ عرفتونا يا خدامين جمال وسوزان. ما معنى كلمه يا بتاع امريكا؟ كل يوم وفود امريكيه هنا في مصر، ويا معالي المستشار بيسافروا امريكا كتير، ايه اللي بيحصل في مصر؟ والله بيروحوا امريكا زي ما انت شايف كده، حصار اقتصادي، سلطوا صندوق النقد ما اديناش فلوس، واخد بالك؟ بيمولوا الارهاب ضدنا. هي دي امريكا. امريكا دمرت العالم العربي. دول عملاء امريكا خونه. حد تاني بيقول لك اذا كان عمرو الشوكي وصف ما حدث في مصر بانه انقلاب، فكيف يقبل ان يكون عضوا بالبرلمان؟ لا، وكيف يقبل هو متفق قضيه 250 بتاع التموين. وكيف يقبل يقول لك حقق مع الدوله المصريه في رابعه. حد بيقول لك يسلم لسانك يا حبيب قلبي، والنعمه بحبك اكتر ما انت بتحب نفسك. وكيل الشرقاوي. ده تلاقيه عزم مجاهد. وعزم وكيل الشرقاوي ده عزم حبيبك. المستشار مرتضى منصور من اشجع الرجال، ولو كل واحد حذى حذوه لقضينا على الفساد. حتى بيقول لي يا سياده المستشار انا معجب جدا بشخصيتك، انت شخص نظيف. حد تاني بيقول لك سير على بركه الله يا شجاع، والله بحبك. ابو غزاله عاشق الاهلي، سنهور فيوم. ممكن اعمل مداخله مع المستشار المحترم مرتضى منصور؟ فريده كامل، مستشار سابق بمصلحه الضرائب. اتفضلي يا فندم. امنيه حياتي اكلم الباشا مرتضى منصور الاسد. كمان يا باشا انا بتاع الاسد. انا مش باشا، انا راجل مواطن. انا مواطن مولود في حي شبرا ورود الفرج، وسعيد ان انا مولود في حاره. وعملت نفسي بنفسي الحمد لله. ومن قريه اسمها باشالوش مركز متغمر، وعضو مجلس نواب عن دايره جميله اسمها متغمر قريبه الى قلبي، واخد بالك؟ وكل الصراصير دي يا بيه ممكن تجيب لي المؤتمر. خش عليه بالفيديو. هات المؤتمر، انا بشكر الناس يا ابني. هات المؤتمر بس اسمع ده وبعدين اسمع المؤتمر. اتفضل. انت بتتكلم بجد؟ لا انا بس حضرتك سؤال كل الناس. انت بتتكلم مؤتمر منصور، انت بتتكلم ممدوح بس يا استاذ ولا بتتكلم واحد ذكر. هو دلوقتي حضرتك بتهاجمني انا؟ هو دلوقتي حضرتك بتهاجمني انا بنقل لك الكلام اللي بيتقال. انت بقول لك ايه، يلا انت عليك عبيط مع السلامه. يلا طيب. عرفت بقى؟ طب ما ده عبيط يعني ده عيل عبيط من زمان. انا بتكلم عن الشهداء وهو بيكلمني في حازم امام. فشفته عبيط طول عمره. عيل عبيط يا اهبل. بيحضروا المؤتمر امنيه حياتي اكلم مرتضى منصور. اتفضل يا فندم. نفسي ادخل النادي بدعوه من حضرتك، انا هاني من السويس، بحبك يا ارجل واحد جايب حقنا. يا هاني اتشرف في اي وقت. حد بيقول لك النهارده عملت ايه حضرتك مع شيكابالا؟ هل هو مكمل مع الزمالك ولا انت عملت له ايه؟ موقوف عشان وقف رأس مع الالتراس اللي شتموا الاهلي والجيش والشرطه، وشتموا السيد الرئيس، وعملوا اغنيه للشرطه شتيمه، وشتموا صالح سليم امه في الماتش الاخير. الباشا موقوف لغايه ما ينتهي التعيين معاه. يعني انت وقفت خط احمر، ما عنديش هزار مع التراس. انت كنت عرضت على النادي الاهلي يتدرب؟ لا انا كمان، انا غير عرضت، انا كلمت محمد عبد الوهاب. وكان في محادثه بيني وبين عماد بيه وحيد اللي هو عضو مجلس الاداره. وما كنتش بتمنظر يعني ان انا، بالعكس قلت لهم تعالوا اتفضلوا، الملاعب موجوده، وخاصه اولادنا مسافرين رايحين معسكر في الامارات.
فولد عبيط برضه طلع عمل مداخله مع شوبير، قال له ده يحمي نفسه، ده ضربوه بميه مش عارف بيقول لي يا لا هبل يا عبيط يلا، اسمه شريف حاجه جمعه كده، بيقول لك عنده موقع اسمه انبطح ثم انبطح واخد بالك، هتنبطح ان شاء الله يا ابني. الواد اللي عمل رمى اسمه ميه نار، ومعايا بتاع تقرير معمل الجنايه ميه نار. بس الواد ده تشوفه من الناس اقسم بالله ما جيت ناحيته. الستات اللي بيقعدوا قدام وزاره الشباب خضار وفاكهه وعيش وبيبيعوا سمن وقشطه تمام، كان نفسي تشوف وشه لما مسكوه. جاب الوان الطيب. يا ريت بس عايزين نشوف بس المؤتمر بتاع بيحضروه. معالي المستشار، ايه رايك في وزير الشباب الحالي؟ اكتر شخصيه محترمه شفتها برغم انه تعبني هو الوزير ده. برغم انه تعبك جدا، لانه عنده عقده اسمها الزمالك. اقول له ايه، انا بعمل مبنى اجتماعي واقف بقى له 10 سنين. راجل بتشوفه انت شوف انا معاك بالظبط كده. المبنى ده بيكلف 50 مليون. قلت له اديني 10 مليون يا عم انا بخلصه. قال لي لا ما هو هيقول عشان زملكاوي. يا عم اديني ال 10 مليون. لذلك انا كنت مع السيد رئيس الوزراء من 4 ايام وقلت له، قال لي انا بفوق بمر بشوف المبنى ده قرب يخلص. قلت له حضرتك احنا بنفرشه وبنعمل يعني حاجه راقيه جدا. فقال لي اكلم خالد يا عبد العزيز، شخصيه محترمه. وبعدين بيقولوا له ايه بقى؟ من الحاجات الجميله يجيب واد معقد نفسيا كان في وزاره الشباب واتطرد، شغال بره في الدول العربيه، لابس بقى مش عارف ايه وعامل ايه كده. وبعدين قال لك اصل البلان، هو لو كان خالد عمل بلان ايه؟ وبنت بتلاعب بنت في برازيل خلاص، البت دي قصت عليها وقعت ما خدتش ميداليه. الوزير ماله؟ هو الوزير هينزل يلعب مكانها. احنا مش فاهم بصراحه. وكل واحد طالع يقول لك اصل الوزير البلان ما فيش بلان. هو انت خدتها برونزيه ودي البضاعه اللي عندك. وبعدين هو ناسين حاجه مهمه يا دكتور، ان كل اللي تاهلوا دول ابطال افريقيا. خلي بالك يعني واخدين بطولات في افريقيا بتطلعهم بس قارتهم تمام. اصل ايهاب مش عارف مين ما لعبش، اصل كرم جابر يا جماعه حرام، كلهم فيلسوف. كل انسان بيشتغل في البلد دي لازم ندوس عليه وندوس عليه لغايه ما نخلص عليه. الراجل ده اللي عايز يديني دعم بس شخصيه محترمه، راجل ما عندوش اهلي وزمالك، راجل دبلوماسي بيحل مشاكل كتير بالادب والاحترام. فلا يتشتم لازم. لقيت يا ابني المؤتمر عشان معالي المستشار، انا محمد من القليوبيه، نفسي اعرف علاقتك بمحمود طاهر رئيس نادي الاهلي. هي كانت علاقه متوتره بسبب الالتراس. في لقاء مع السيد وزير الداخليه وهو قال انه دول اولادنا واخواتنا وحبايبنا، كان له وجهه نظر ثانيه وده طبعا من النار بتاعتهم. لكن محمود طاهر شخصيه محترمه، شخصيه يعني هو انسان مهذب